المسيحيين لما بيتجوزوا او يخطبوا بتلاقيهم كاتبين في كارت الدعوة بتاعت الفرح او الخطوبة او حتى كمان على الصورة اللي بيحطوها ستوري على الفيس او على الواتس آية مشهورة جدا في امثال 31 وعدد 10. الآية بتقول ايه؟ امرأة فاضلة من يجدها لان ثمنها يفوق اللآلئ. سألت نفسك قبل كده اشمعنى اللآلئ اللي اتذكرت اللي هي جمع لؤلؤ او لؤلؤة؟ طبعا واحد يرد عليا ويقول لي يعني وايه الجديد؟ ما عشان اللؤلؤة غالية يعني هو عايز يقول ان الامرأة ديت غالية يعني. صح، برافو عليك، بس ليه اللؤلؤة؟ اشمعنى اللؤلؤة؟ وليه اللؤلؤة غالية؟ تعالى لي بقى، انا سألت وعرفت. تعال بس انا عايزك كده ايه تفضلي دماغك وتروق لي كده علشان تعرف ليه اشمعنى اللؤلؤة هي اللي اتذكرت. يبقى لازم تعرف ايه هي اللؤلؤة اصلا وبتيجي منين وبتتعمل ازاي. المحار، لا مش المحار بتاع الحيطان ده اللي بيعمل لنا الحيطه محاره، لا انا قصدي المحار اللي موجود في البحر. ايوه هو ده. المحار ده كائن رخوي عنده صدفتين، بيعيش في قاع المحيطات والسواحل الضحله، يعني في اماكن عتمه وصعبه جدا. والمحار ده يا سيدي بياكل كائنات صغيره جدا نكاد احنا البني ادمين نكون بنشوفهم اساسا. من فتره لفتره وهو بياكل بيدخل جوه الصدفه بتاعته كائن طفيلي. المحار اول ما بيحس بالكائنات الطفيليه ديت بتدخل بقه بيعمل رد فعل مناعي، بيفرز ماده اسمها النيكر بيدافع بيها قدام الكائنات ديت. والماده ديت بتتجمع حوالين الكائنات الطفيليه ديت وتفضل تحاوط لمده سنين كتيره قوي لحد ما يتكون لينا اللؤلؤه اللي احنا بنتكلم عليها. شفت الموضوع صعب ازاي؟ عرفت ليه اللؤلؤه غاليه؟ لان هي نادره، مش موجودة كتير، وطبعا بنقعد سنين وسنين عقبال ما نلاقي لؤلؤة في المحار. ودايما هتلاقي اي حاجة نادرة غالية جدا لان مش موجود منها كتير. طيب عايز عروسة حلوة وخايف انك انت تاخد واحدة وتلاقيها فالصو؟ انا دلوقتي اقول لك على طريقة تعرف بيها البنت ديت لؤلؤة حقيقية ولا فالصو. تمام؟ كمل الفيديو للاخر. طبعا البنات تركز معايا عشان الكلام ده يخصكم انتوا، اديني نبهت اهو. ازاي تكوني لؤلؤه وكمان اغلى منها؟ من نفس الاصحاح اللي احنا اخدنا منه الايه اللي قلناها في اول الفيديو، امثال 31. الاصحاح كله بيتكلم عن المرأة ديت، وعلشان ما اطولش عليكم اكتر من كده هختصر لكم شويه الصفات اللي في الاصحاح ده. هتلاقي الاصحاح بيوصف امرأة حكيمه مضحيه ومساعده وكريمه وقد الثقة وجميلة وراضية ويعتمد عليها كمان. ولو نزلت للآية اللي قبل الأخيرة في الإصحاح اللي هي آية 30، بعد ما ذكر كل الصفات اللي أنا قلت لك عليها ديت قال 6 كلمات هما يعني مربط الفرس، هما الزتونة زي ما الناس بتقول. هما لو انتي، ايوه انتي اللي بتتفرجي، عشت بيهم هتكوني لؤلؤة واغلى من اللؤلؤة كمان. اما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. لما بتكوني متقية الرب وبتخافيه ومقربة منه وعايشة كلامه في وسط الزمن اللي البنات فيها بقت اوحش واجرأ من الاول، هتكوني لؤلؤة وامرأة نادرة ثمنها يفوق اللآلئ لو انتي كنت متقية الرب. عرفتي يا اللي بتدور على عروسة وخايف تاخد اي واحدة وخلاص؟ تبص على ايه لما تيجي تختار؟ الحسن غش والجمال باطل، اما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. الجمال باطل وهيزول وكلنا عارفين كده كويس. فلما تيجي تدور على واحدة، دور على واحدة متقية ربنا وهتلاقي فيها صفات ما كنتش تتوقع انك انت تلاقيها في شريكة حياتك. بس كده خلصنا كلامنا. متنسوش تعملوا لايك وشير وتدعمونا على قد ما تقدر باللايك وبالسبسكرايب في القناة، واشوفكم في فيديو جديد.